أمس طلع واحد تافه في برنامج أتفه منه وقال له كلمة في الشيخ طلال الفهد، كلمة يجب أن أتوقف عندها. قال إن يا طلال ويا أحمد ترى ريحتكم فاحت وحلوا المشكل وخلصونا بطريقته. طبعا هو يتهزز لأنه متعود على الطيران، متعود على الطقطقة. وخلصونا وفاحت ريحتكم وأردفها بقول ما ممكن أعديه أنا. احمدوا ربكم انكم مو في الوسط الرياضي السعودي. صدق انت نسيت عطني ابو اثنين؟ نسيت سلطان بن فهد يسوى بالتليفون؟ نسيت اذكرك برئيس نادي النصر الراحل رحمه الله عليه ايش كان يسوي فيكم بالصحافه؟ الكلام مو معاك، انت بالنهايه كومبارس، تأدي دورك وتروح البيت. الكلام مو لوليد الفراج، لا، لوليد الابراهيم شيخك، الشيخ وليد الابراهيم مالك الام بي سي. اسمعني وافهمني واقرأ ما بين كلماتي. يا وليد يا ابن ابراهيم، نحن من علمناك ألف باء الإعلام ونفتخر في هذا الشيء، وإن كان طالبنا بليد لكن نحن جامعة يتخرج منا الجميع، وأم بي سي هي من صنع الإعلام الكويتي، ودولة الكويت هي من فتحت آفاق الدنيا الإعلامية لبث أم بي سي في 94 إكراما للملك فهد رحمة الله عليه، وإجلالا له لما لهذا الشخص من مكانة في قلوبنا وقلوب قيادتنا السياسية.